ياكل فول وطعمية سندوتشات وبعدين بيحلي بشوربة العدس. انا مش عايز اعلق، بس عايزكم انتوا تقولوا رأيكم. في رئيس النهاردة بياكل فول وطعمية وبعدين بيحلي بشوربة العدس؟ بالله عليكم. في؟ طب في وزير ولا رئيس وزراء؟ ما اظنش. والله العظيم الناس دي كانت متواضعة زمان. محمد نجيب ده اللي اتحددت اقامته وقعد في فيلا لحد ما مات وعياله اتشردوا. حتى ابنه اشتغل سواق تاكسي في اخر ايامه عشان يصرف على بيته. رحم الله الجميع. انا مش عارف يعني ايه السبب اللي خلاه عمل الضباط الاحرار عملوا فيه كده وحددوا اقامته. الاسباب دي انا مجهولة، لان ما حدش هيقول الحقيقة ابدا. الله اعلم بالحقيقة. ولكن ده رئيس جمهورية واتبهدل وتحدد اقامته وقعد في فيلا لحد ما مات وعياله اتبهدلوا. حتى فيهم عيال طلع اخر عيل اشتغل على سواق تاكس عشان يقدر يعيش ويصرف على بيته. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، رحم الله الجميع. والله مع الظالم والمظلوم في الاخر هيتحاسبوا. الله اعلم كان ظالم ولا مظلوم. انما هو التواضع، كان بياكل فول وطعمية ويحلي بشوربة عدس. يا نعم ونعم التواضع والاخلاق. اعملوا لي لايك. السلام عليكم.